السلام عليكم الملكات، إن شاء الله تبدأ 2025 بسعادة وفرح وصحة وراحة البال وطمأنينة وسلام. وباش تعيشي هكا ما تخلي حتى حاجة خايبة عشتيها في 2024 أو قبل من 2024 تمشي معاك ل 2025. تخفي ولوحي أي حاجة متقلة عليك، أي حاجة ما غتخدمش ليك وما خدماتش ليك قبل، ما كاين تبقى مطولة معاك حياتك كاملة وهي ما نافعة والو، سواء أشخاص أو خلافات أو أفكار أو معتقدات أو لباس بالي. انتي تستاهلي الأفضل وتستاهلي محسن، وإلا درتيها في راسك وحسيتي بها فعلا ورميتي داكشي البالي وقلتي نستحق محسن، غيجيك محسن. غير ربي وما تتعلقيش وخلي توكيلك على الله وهانتي غتشوفي النتيجة. أي أغراض كيف ما كانت، أوراق مواعن مهرسة ولا مشقة، ملابس قديمة، اللي ما خدامش بيه وفيه ما يتعطى أعطيه، واللي ما فيه ما يتعطى رميه. رمي كل شيء، اي حاجه ما نفعاش دفع اللي ما ينفع، حتى الافكار حتى الخلافات حتى الحقد الكره. سامحي وسيري بحالك كملي حياتك. انت ماشي مزبله تهز وسخ الدنيا، انت ما غتعيشيش هنا قرون، هي فتره قصيره غتعيشيها. عيشيها احسن عيشه. علاش تهزي معاك الهم والحقد والمقارنه والغيره والحسد؟ وهذا دار ليا وهذا خدا ليا، هذا كيبغيني هذا ما كيبغينيش. اللي عطا الله عطاه واللي وقع وقع. علاش غتبقاي متقلبي حياتك كلها؟ اش غتستافدي وباش غيفيدك هادشي؟ هذاك اللي خداليك غتمشي ليه، واللي ما بغاك ما عنده ما ينقص منك ولا يزيدك. جلسي مع راسك جلسه وكتبي رساله لراسك، تخفي من اي حاجه مثقله عليك وقولي ليها ببركه حدك تم، ما عندي ما ندير بك مازال. سامحي راسك على وقت ظلمتي فيه نفسك وما سمعتيش لراسك وما عطيتيش الاولويه لراسك. سامحي راسك انك ما وضعتيش حدود للناس استغلوك او ظلموك. سامحي راسك انك ما تهليتيش فيها. سامحي راسك على الاخطاء اللي ارتكبتيها، وسامحي راسك إلا قلقتي شي حد وطلبي منه السماحة. قولي لراسك سامحيني على كل لحظة ضعف، كل لحظة كلفتك فوق جهدك وفوق طاقتك. سامحيني أنني ما وقفتش معاك في الوقت اللي كنتي محتاجاني. قولي لراسك كنبغيك، وقولي لراسك شكرا على كل لحظة صبرتي فيها وكل لحظة كنتي فيها قوية وشجاعة. شكرا على كل إنجاز حققتيه كيف ما كان صغير ولا كبير. قولي لراسك أنا معاك وغنكون ديما معاك، وما غنخلي حتى حاجة تقيسك وتضرك. من اليوم غنتهلا فيك وما نعطيك غير اللي يرضي الله ويرضيك. من اليوم ما تاكلي غير اللي ينفعك وما تسمعي غير اللي ينفعك وما تقولي غير اللي ينفعك، واللي غيضرك ما عندك ما ديري بيه. وقفيه وقولي ليه حدك تم. ومن بعد سامحي الناس، سامحي اي واحد اذاك، تخفي من الم الحقد والكره لانهم فعلا مشاعر خايبه. واي واحد ظلمك شكريه انه بان في حياتك لانه عطاك درس في الحياه. خذي التجربه وخذي الدرس اللي استفدتيه من ظلم هذاك الشخص مهما كانت ديك الحاجه اللي دار فيك، وقول ليه شكرا عطيتيني درس، شكرا خديت التجربه. خلي هذيك المشاعر تخرج، ومن بعد قولي ليها بكل سهوله باي باي، أسمح لك بالرحيل الآن بكل سهولة. ما تعقديهاش على راسك وتخفي. من بعد ما تكتبي كل المشاعر الخايبة وتفرغي داكشي في ورقة، قطعيها ولا حرقيها وتخفي. راك انت ماشي مزبلة تهز كل حاجة خايبة. لوحي الهم والحقد موراك وسيري خفيفة ل 2025. راه والله ما غنديو معنا شي حاجة من هاد الدنيا. واش نتي الا متي غادي تدي معاك هداك الحقد ولا هداك المشاعر ولا هذيك المشاعر وهداك الألم؟ واش غيمشي معاك؟ ايوا علاش تبقاي هازاه؟ لوحيه ودابا وشوفي الراحه اللي غتحسي بها. وحتى الا كنتي عارفه شي حد قريب منك، خوك اختك امك وباك راجلك ولدك صاحبتك، طلبي منه السماحه. بزاف منا كيعتبر ان التسامح ضعف واهانه وما نرضاش وحقه وغيقول عليا وغيشوف فيا هاد الشوفه. لا، راه بالعكس. ما كتشوفوش بان الا ما سمحتيش او ما طلبتيش السماحه راه هذيك هي المشاعر اللي كتحبس عليك بزاف ديال الخيرات اللي كنقولوا عليها حنا عكس. وبالعكس راه التسامح والغفران كيرجعنا للحب المطلق. ماشي معناه الا تسامحت مع الشخص اللي اذاني ولا اذيته ان العلاقه غترجع كيف ما كانت وانا ما بغاهاش ترجع. راه تقدروا تسامحوا ولكن العلاقه تبقى في الثقه، غير هي حنا كنتخفوا من داك الضغط ديال الحقد والخصام وكنعيشوا في واحد راحة البال وكنخويو هذيك الذكريات المؤلمة. يعني ما كتبقاش مؤلمة وكتعيشي في واحد السلام داخلي ما غتحسي به حتى تجربيه. وغير جربيه. ودابا حيدتي داكشي اللي كان ثقل عليك ومعمر عليك الدار غير هكاك؟ حيدتي الحوايج اللي ما كتستعمليش او الحوايج اللي مقطعين او شي حوايج خاسرين، تبقشيش اي حاجه كانت معمر عليك الدار غير هكاك؟
طلبتي السماحة من راسك، طلبتي السماحة من الناس الآخرين، تخففتي، سامحتي الناس اللي ظلموك، دابا غادي ديري واحد الخطوة اللي هي زوينة، وهو أنك تفرحي راسك وفرحي الناس القراب لك إلا كان بإمكانك، راجلك، ولادك، والديك، أقرب أشخاص لك كيف ما كان، ولكن راسك هو الأول. وباش ما كان اللي قديتي عليه بأبسط الأمور، واخا ديري غير شي حاجة زوينة طيبيها وتاكليها انت وعائلتك، أي حاجة قدرتي تشري شي حاجة لراسك وتشري شي حاجة لوليداتك ولا راجلك ولا والديك وتفرحيهم وتفرحي حتى انت معاهم، مرحبا. ما قديتيش خدي غير لك نتيا شي حاجه كيف ما كانت مهما كانت بسيطه، شي حاجه تكون تعجبك. انا هنا خديت لراسي اللي بغيت واللي كنت محتاجاه، بغيت نبدا السنه الجديده بلباس جديد وافكار جديده. خديت نابل الطبله كان خاصني، وقولوا لي بالصحه والعقوبه الطلامطي ان شاء الله باذن الله. آه، ان شاء الله. وخديت للوليدات داكشي اللي كنت عارفه انهم باغينو، درتها لهم مفاجاه ودرت لهم كانه هديه، وكتبت لكل واحد رساله فيها جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى كلمه اعتذار، وطلبت منهم المسامحه على اي حاجه غلطت معاهم فيها، سواء عن قصد او بدون قصد. والحاجه الثانيه كتبت لهم كلمه حب وانني كنبغيهم بزاف. كذلك كتبت لراجلي وكتبت للاب ديالي وكتبت لوليداتي كلهم، وبطبيعه الحال ما نسيتش راسي حتى انا. كتبت لراسي رساله، كلمه طيبه نفرح بها راسي ونبدا بها السنه الجديده. المهم هذا ما كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. بغيت غير نحفزكم وكنتمنى ان حياتكم كلها تكون فرح وتكون طمأنينة وتكون سعادة وراحة كل البال ان شاء عام الله وانتم باذن الله، بخير. وتبداو السنة والحياة كلها هكا. نخليكم حتى لهنا في امان الله، ونلقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش دائما تهلاو في راسكم وتهلاو في صحيحتكم.